السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم مس أميرة انجلش فور اول جرامرز. النهارده حبايبي مكملين مع بعض الفاونديشن كورس، وصلنا لسيشن نمبر 65، الحلقة رقم 65 من الفاونديشن كورس. عندنا 200 سيشن من الفاونديشن كورس، عندنا 200 حلقة. النهارده هنتكلم عن معلومة سهلة وبسيطة جدا جدا، وان شاء الله بإذن الله مش هنخرج من الفيديو الا واحنا عارفين كل كبيرة وصغيرة عن الدرس بتاعنا. النهارده هنتكلم عن الدايركشنز. دايركشنز بمعنى الاتجاهات. ولو حبايبي اول مره بنشوف الفيديو على القناه، ننزل ونعمل اشتراك ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل يوم فيديو جديد من الفاونديشن كورس. اول حاجه حبايبي عندنا كلمه دايركشنز بمعنى اتجاهات، والتي اي او ان دي اسمها دايجرافز. في الدايجرافز اللي هي حروف مركبه بتنطق معايا شن. دايركشنز. repeat after me. directions بمعنى اتجاهات. أول كلمة معايا عندي كلمة direction اللي هي اتجاه واحد بس. direction. north بمعنى الشمال. north. south بمعنى الجنوب. south. east بمعنى الشرق. east. west بمعنى الغرب. west. هنقراها مع بعض تاني بسرعة. direction بمعنى اتجاه، north بمعنى الشمال، south بمعنى الجنوب، east الشرق، west اللي هي الغرب. تاني حاجة تعالوا نشوف العلامات اللي احنا دايما بنقابلها معايا في الطريق أو في الشارع. أول حاجة العلامة الأولى دي معايا اسمها go بمعنى go، اللي هي معناها اذهب. العلامة دي بتقول لك اذهب على طول. go. along بمعنى بمحاذاة. along. straight بمعنى امشي على طول أو بخط مستقيم. straight. الجي والاتش عندي في كلمة straight silent letters، طبعا حروف صامتة ما بنطقهمش، بقول straight. turn right يعني احود ناحية اليمين. turn right والسهم بيبقى جاي ناحية اليمين. لما اشوف السهم ان انا رايح ناحية الشمال فبقول turn left. هنقراهم مع بعض بسرعة. go, along, straight, turn right, turn left. تعالوا نشوف حروف الجر بقى. من ضمن الدايركشنز اللي عندي النهارده عندي كلمة in front of اللي هي معناها أمام. in front of. وكلمة of بقولها of، بنطق الاف على إنها حرف الفي مش حرف الاف، بقول of. in front of معناه أمام. behind بمعنى خلف. behind. next to بمعنى بجوار. next to. between اللي هي معناها بين. between. opposite اللي هي في الاتجاه المقابل. opposite. نقراهم مع بعض. in front of بمعنى أمام، behind خلف، next to بمعنى بجانب، between بمعنى بين، opposite اللي هي في الاتجاه المقابل. تعالوا نشوف الكلمات الأخرى اللي هي برضو مرتبطة بالdirections. عندي كلمة cross the road بمعنى أعبر الطريق. cross the road. at the corner يعني في الزاوية أو على جنب. at the corner. go along بمعنى اذهب مباشرة على طول كده. go along. go down اللي هي انزل. go down. go up اللي هي اصعد. go up. go past يعني معناها تجاوز. go past. take this road يعني خد الطريق ده. take this road. on your right معناها ناحية اليمين أو على يمينك. on your right على يمينك. يعني لو بسأل مثلا على مكان صيدلية معينة، فالراجل بسأله بقول له هي فين الصيدلية، مكانها فين، فيقول لي بصي ده على ايدك اليمين او على يمينك. on your right. طب ولو الصيدلية دي على ايدي الشمال بقى هيقول لي ايه؟ on your left يعني على شمالك. destination معناها وجهة. destination. تعالوا نكمل مع بعض باقي الكلمات. عندي كلمة far بمعنى بعيد. far. near العكس منها قريب. near. طب أنا عايز أشاور على حاجة أقول دي هنا. here. it's here إنها هنا. here. طب ولو هي هناك there. get out of here بمعنى أخرج من هنا. لو متضايقة من حد أقول له اطلع بره أو أخرج من هنا، أقول له get out of here معنى أخرج من هنا. inside بمعنى الداخل. inside. outside بمعنى خارج. outside.
right بمعنى الاتجاه اليمين، left اللي هي الاتجاه الشمال، compass بمعنى البوصلة، compass نقراها مع بعض بسرعة. far بمعنى بعيد، near العكس منها قريب، here اللي هي هنا، there هناك، get out of here بمعنى اخرج من هنا، inside بمعنى الداخل، outside الخارج، right left اللي هي اليمين والشمال، compass اللي هي البوصلة، map بمعنى خريطة، map الجي بي اس اللي هي بيحدد لي الطريق، جي بي اس square بمعنى ميدان، tunnel اللي هو النفق، tunnel road بمعنى طريق، road. تعالوا نشوف مع بعض، نكمل مع بعض الأمثلة حبايبي. أول مثال عندي النهاردة بيقول police cars were coming from all directions. ده العربيات الشرطة جاية لنا من كل الاتجاهات. Police cars were coming from all directions يعني عربيات الشرطة جاية من كل مكان. Sentence number 2. We met in front of the main station. We met in front of the main station يعني احنا اتقابلنا قدام المحطة الرئيسية. main station بمعنى المحطة الرئيسية. The sun disappeared behind heavy clouds. الشمس اختفت خلف السحابة الكثيفة. يبقى كلمة heavy clouds معناها السحب الكثيفة. heavy clouds. The sun disappeared behind طبعا حروف الجر بمعنى خلف. The sun disappeared behind heavy clouds. Since number 4. I go to school on foot because it's near home. I go to school on foot. الفوت بمعنى سيرا على الأقدام، واحنا عارفين ان كل وسائل المواصلات بتاخد معايا حرف الجر باي، ما عدا كلمة فوت بتاخد معايا حرف الجر on foot، سيرا على الأقدام، وبنوصلها للطلبة بشكل أيسر شوية. بقول ان كلمة فوت اللي هي فيها دبل او فبتاخد معايا حرف الجر اللي هو on اللي فيه الاو، فبنعلمها بكده ان دي فيها او ودي فيها دبل او عشان خاطر بس تيسيرا للطلبة عشان يبقوا عارفين ان كلمة فوت بتاخد حرف الجر on. I go to school on foot because it's near home. أنا بروح المدرسة سيرا على الأقدام عشان المدرسة قريبة من منزلي. I don't want to see you. أنا مش عايزة أشوفك. Get out of here يعني أخرج برا. أنا مش عايزة أشوفك، أخرج برا. Get out of here. I don't want to see you. أنا مش عايز أشوفك. طيب هنا المثال نمبر 5. Turn left just after school. Turn left يعني احود شمال بعدين المدرسة هتلاقيها على طول. Turn left just after the school يعني احود شمال بعد المدرسة على طول. Sentence number 6. It took us all day to reach our destination. أخدنا اليوم كله عشان نوصل للمكان اللي احنا عايزين نوصل له. It took us all day to reach our destination. أخدنا اليوم كله عشان نوصل المكان اللي احنا عايزين نوصل له. Sentence number 7. You are going in the wrong way يعني انت ماشي في الاتجاه الغلط أو في الطريق الغلط. You should turn right. لا ده انت لازم بقى تحود ناحية اليمين، انت ماشي في الاتجاه الخطأ. You are going in the wrong way. التعبير ده معنى انت ماشي في الطريق الخاطئ. You should turn right. انت لازم تحود ناحية اليمين. Sentence number 8. How far is it to the post office from here. مكتب البريد بعيد عن هنا قد ايه؟ how far بستخدمها لما اسأل بيها عن المسافة او البعد. مثلا بقول how far is it to the post office from here. Can you show me on the map. يعني ممكن توريني الحاجة دي على الخريطة. Can you show me on the map. ممكن توريني الحاجة دي أو الشيء ده على الخريطة. Sentence number 10. You have to take a transportation. أنت لازم تاخد مواصلة. You have to ده صيغة إلزام بمعنى يجب عليك أو يلزم عليك ويجي بعدها فعل في المصدر. You have to take a transportation. أنت لازم تاخد مواصلة. Sentence number 11. Go down the tunnel and it will be on your left. انزل النفق وبعدين هتلاقيها على ايدك الشمال. Go down the tunnel and it will be on your left. هتلاقيها على شمالك. A compass shows you which direction is north. البوصلة بتحدد لك بالظبط أو بتوريك الشمال إنه اتجاه.
تمام كده. البوصلة هتوريك أي اتجاه ممكن تاخده، أو ناحية الشمال فين، ناحية اليمين فين. دي فايدة البوصلة بتاع اللي هي compass. A compass shows you which direction is north. ده كان معايا الفيديو بتاع النهارده، اتكلمنا على الدايركشنز. يا رب حبايبي تكونوا استفدتوا، ولو استفدنا من الفيديو ما ننساش نعمل لايك وشير لحبايبنا واصحابنا. كنت مع مس اميره انجلش في الاول جرامرز. ما ننساش حبايبي لو اول مره بنشوف الفيديو على القناه ننزل ونعمل اشتراك ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل يوم سيشن جديده من الفاونديشن كورس. كنت مع مس اميره انجلش في الاول جرامرز. ثانك يو اند جود باي.